ما بغيكم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحم وجوههم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين. ذلك تبلو كل نفس ما أسلف وردوا إلى الله مولاهم وأمرهم ما كانوا يفترون. من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فأولى فلا تتقون ربكم وما دابت الحق إلا الضلال فأنا تظلمون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. قل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنا تؤفكون. قل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلى أن يتبع لكم كيف تكفرون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن لا يغني من الحق شيئا إنما عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله قرآن الذي والذي بين يديه وتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من صدقتم من دون الله وأنتم صادقين. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون بما عملوا وأنا بريء بما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع ولو كانوا لا يعلمون. من ينظر إليك فأنت تسمع ولو كانوا لا يبصرون. إن الله يعلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهير يتعارفون إلى بدل الذين يتقون ما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك إلينا مرجعهم ثم لا نعيد ولا ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم يجيهم لا يظلمون. متى هذا الوعد وأنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم
الأرض لافتدت به وأسروا الندامة ألا إن لله ما في السماوات قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بفضل الله على الرعوه وخير مما يتبعون أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وحلالا الله وجل لكم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يا مدين الله ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في جن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء وأنزل من ذلك إلا في كتاب مبين إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن العزة لله جميعا والسميع العليم إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله يتبعون إلا الظن وهم لا يبصرون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا في ذلك الآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما ذلك يقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا يرجون ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمرهم عليكم ثم قضوا إلي ولا تنظرون وإن توليتم فما سألتكم من أجل إلا على أمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف على الذين كذبوا بآياتنا ومكرهم كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا بما قبل كذلك نتبع على قلوب المجرمين وبعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون بآياتنا فسخروا وكانوا قوما مجرمين ولما جاءهم أمر بيتنا قالوا إن هذا لسحر مبين أتقولوا بالحق لما جاءكم مسجد هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم كبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين السحرة أرقى موسى وما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن لا سيبطل وإن الله لا يزيد المفسدين ويحق الله حق بكلماته ولكن يكذبون وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وما من يبتلى وإن فرعون وإنه لمن المسلمين قال موسى يا قوم ما كنت آمنت بالله فعليه توكلوا وكنتم مسلمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتا قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا بسلام دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقد أتيت أمركم من المفسدين. واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم لما يأتي بينهم ويقضي ما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يعلمون كتاب بهم من العذاب ولا تكونن من الذين يتلون بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين عليك كلمة ربك لا يؤمنون فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا بجماعة مدام لآياتنا وقطعنا بالآيين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا ويذر الرسالة الذين لا يعقلون. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ينتظرون إلا مثل أيام الذين ولو من قبلكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ومن خلقكم من المؤمنين. وأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تكن من دون الله هذا ينفعك ولا يضرك فإن فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لمن يصيب به ويشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بحفيظ. واتبع ما يوحى إليك ولتتبعكم الله خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب وقم آيات ثم فسر بالتفسير حبيب. إلا الله الذي لكم من نذير وبشير. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويذيع الغريب لمن آمن فإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يجعلها كل شيء ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغفرون دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم سرها وستأكلون والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإن قلت إنكم مبعوثون لموت الموت ليقولن الذين كفروا إنا لذاهبون.
معدودة ليقولن ليقولن السيئات إنه لفرح الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أنزلنا ما هو إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يقولون افتريه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وتوبوا لله دون الله والصالحين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وأنتم مسلمون. وكان يريد الحياة الدنيا وزينتها نؤتيه وما أوتي أولياء الله والرسول. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا بها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب النار موعد ولا لكم فيه من أذن إلا له كرامها إيمان الناس لا يؤمنون. من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الذين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم حلالات الذين يصدون عن سبيل الله ويقولون وجبا من آخرتهم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. ويقول البلداء ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يبصرون. أولئك الذين عملوا أنفسهم وضلوا ما كانوا يفترون. ألا بالآخرة هم مؤثرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهبطوا إلى ربهم وأنهم جنة بها خالدون. الفريقين كلما غلط من البصير والسميع للسميع مثلا فلا تذكرون. إلى قوم أني لكم نذير مبين. فلا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الذين كفروا معهم ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين ثم ليأتينا بأربع وما نرى لكم علينا من فضل فنظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي وأبي عليكم ويجبكم الله وأنتم لا كارهون. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بالظاهر الذين آمنوا إنهم ملاقو ربي ولكني عليكم قوم تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن كنتم فلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله خيرا الله ولم
لن يؤمن من قومك إلا من حذر ولا تجد ما جعلوا يعملون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وبلغ ما أمره إلا قليلا وقال اركبوا فيها بسم الله فيها مساعا إن ربي لغفور رحيم ويجري من في موج كالجبال وناداه ابنه وكان في بني يا بني جمالا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وانتهى الجودي وقيل منتظر الظالمين ونادى نوح ربه وقال رب إن لي من لي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمر غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تمني وتربي أكن من الخاسرين قيل يا نوح بت بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ومن وضعت ثم يمسهم منا عذاب من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت وإلى غاد نخاهم موضعا ولا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنتم إلا مفترون أسأل عليه أجري إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم بالله ويدعون إليه ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا قولها ما نحن مؤمنين إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا عني بريء القادر ولميتوني وكيدوني جميعا ثم لا تؤمنون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا واحد من آلهتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويصرف ربي وأمن لكم ولا تدرون شيئا على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب أليم يا رب ما صاروا سلامة وأبدأوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة إذا كفروا ربهم فلا بد لهذه قوم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب
بينة من ربي وآتاني من رمضان ما يذكرني من الليل الليل وما تزيد لي غير النذير يا قوم هذه ناقة الله لكم آية تقول في أرض الله وتمسها بسوء ما ولكم على فعبروا فما تمنوا بذلك فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا برحمة من وأخذ الذي كانوا سيقبلون كأن لم يغنوا فيها إن ثمود كفروا ربهم فلا تكذبوا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بالحديد فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق وإسحاق يقول قالت يا ويلتى وأنا عجوز وهذا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم على سيدنا حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إلى إبراهيم الحليم أواه منيب يا إبراهيم أنا لنا وجاء ربنا وإلى مرضي عذاب غير مردود ولما جاء رسلنا لوطا سيئت بمظالمنا وهذا يوم عسير فجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء براتيهن أثر لكم الدولة ولا تزوريني بيبي أليس معكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بلدهم حق وإن لهم الذي بقوتنا وأوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا ما بغينا مصير وما أصاب حينما بدأ مصر ليس الصوم بعليم فلما جاء أمرنا جعلنا عاريها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربها من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال ولله عليكم بغير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنسوا بهذه المسجدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عليكم بحفيظ يا شعيب صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو ندخل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا بالله ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح واستغفروا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيف ويوم قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله ولا مدري أين ربي ما تمرون ويا قوم مروا على مكانتكم إني آمر سوف تعلمون من يأتي على من يأتي واعتبروا إني معكم فلما جاء أمرنا
ومن آلهتهم التي يدعون من دون الله وكذلك أمر ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذلك الآية لمن خاف ذلك يوم مجنون له الناس وذلك يوم مجنون وما نؤخره إلا لأجل معدود. يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أن ربك فعال لما يريد. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ولا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤنا وإنا لموفوه نصيبا غير معقول. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم بما يعملون. أمرت ومن تاب معك إنا بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين هم ظالمون به وكانوا مجرمين. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فلا يزالون مختلفين. آمن رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك وحملنا جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ولذلك على مكانتكم إنا عاملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع ربكم المعبود ربك بهذه الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام نحن نقص عليك أحسن القصص بما وبين عينيك هذا القرآن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من إبراهيم وإسحاق في يوسف وإبراهيم حياة للسائلين. إذ قالوا ويوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن إنا يوسف أبدره على يغلب وجوابيك وتكونوا بمدينة مصالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وأخوه في غيابة الجب يستجد بعض السيارة
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بهذا وما يشعرون وما قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ما كان الذئب وما أنت على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قال يا بني هذا غلام أسروا بذات والله عليم بما يعملون بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والأهوال والأمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ليت الرب رانا بك كذلك نتبع نسلها وشاهدنا واستبق الباب وغدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء قال إن راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسها شمعا وإنا لدينا في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرناه وقدمنا أيديهما ونعاتا لله ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستكبر إنه بالمأمور أنزلنا وليكون من الساخرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدونني إليه وإلا تظلمني كيد الناس إليهن وأكن من الجاهلين. لو ربوا فصرف عنه كيدهن إنه سميع عليم. ثم بدأنا من بعد ما رأوا آيات ليسجنن حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فهو نسيء لا تكن من ربنا بتأويله ما عليك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ما كان ذلك من فضلنا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون غير بالله الواحد القهار. لا تعبدون من دونه إلا أسماء
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمرنا نعبد إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيصير ربه خمرا وأما الآخر وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان لربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ في رؤياي قوم للرؤيا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حدثتم فذروا في سنبلهن وعليها مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم ثم إذا عليها مما تنزلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وأنتم ناس فيه ينزلون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي أحسن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة عزيزي لا نحسن الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصابرين إلا ما قيل فقل أننا لا يأتي كيد الخائنين وما أمرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه يا لنفسي فلما كلمه إنك اليوم لدينا مكين أمين قالت ولي على خزائن إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نصيب ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم أهلهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ولا تلوا عني مؤمنين وأنا غير المؤمنين فإن لم تأتوني بما كيد لكم أهلي ولا تقربون سنراودها وإنا لفاعلون وقال لبنته ضلوا بضاعتهم في رحال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون قالوا يا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مريع منا الكيل فارسل معنا أمانة وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أبيه من قبل والله عزيز وأرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رد بإلينا ونبيل ولنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بين ذلك كيل يسير قال لن تسرعوا معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني إلا أن يغاض بكم فلما
ادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ولما دخلوا على يوسف إليه أخاه وإني أنا أبوك فلا تمن بما كانوا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن إنهم لظالمون وأقبلوا عليهم ألا تفقدوا قالوا نفقد سؤال ولمن جاء فيه الوحيد وأنا بزيد قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في أهله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ملكنا إلا الله نرفع درجات من نشاء وكل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا وزادنا مكانه إنا عليه قال معاذ الله أنه إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا فلما استيأسوا منه ونسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ولم نفعل حتى يأذن لي أبي وأباكم الله ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها وهي التي أمرنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم وذروا الذي عزلنا عن يديه تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف قال إنما يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزادة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قالوا تالله لقد آتاك الله علينا ما كنا لعاملين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ويرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يغفر وفتوا إليكم أجمعين ولما قصرت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ذلك القدير فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا
وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل بيني وبين ودين ربي لطيف لما من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة قريب ومالك بالصالح ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت تدري إلى النور ونقول من عذاب الله وتأتيهم ساعة هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم للذين اتبعوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسلنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ري تلك آيات الكتاب الذي يوحي إليك من ربك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يمثل الآيات لعلهم بلقاء وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين الليل يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن الغنى متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض بالكل في ذلك لآيات لقوم يعقلون وجف عجم قولها إلهنا ترى ورائنا في هذه أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأذان في أعناق وأولئك عذاب نار بها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس وعاقب لشديد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة اليمين المتعال سواء منكم من أسر قولا ومن جهل به ومن هو مستخف بالليل وسارع بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال يريدكم البرق ويسبح الرعد بحمده
الآية من خيفتي ويرسل الصواعق ويصيب ويجادلون بنا وهو شديد المحال. دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه ما هو ببالغه وما الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وزيادة بالغدو والآصال. ومن رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وليس منهما والبصير أما تستوي الظلمات والنور. أبدان لله شركاء خلقوا عليهم لله وعيون أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النير ابتغاء حلية أو متاع زاد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه افتدوا به أولئك العصر الرجال. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ما يخافون سوء الحساب. الذين سبقوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم بالرحمن يتولون بحسنات السيئات أولئك لهم الجنة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب عليكم بما صبرتم وجمعوا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ولهم رحمة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يرزق من يشاء ويهدي إليه من أناب. آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيمان إذا تطمئنوا آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يذكرون الرحمن قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم وما صنعوا آياتنا وتعن قريبا من الآيات زيادة الله فلا لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأنجيت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فمن وقائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول فزين للذين كفروا كفروا وصدوا عن السبيل وبين فما لهم من آيات. في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد وما لهم
فيها الأنهار وكلها دائم وإلا يوم الذين اتقوا والكافرين الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بنا وإنما أمرنا نعبد الله وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول أنك بعض الذي أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ولا يكون لها موقع وقد نبي الذين من قبلهم فلله الدر جميعا يعلم ما تكسبون ويقول الذين كفروا لست مرسلا وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس يدعون إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد له ما في السماوات وما في الأرض والكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله أولئك في ضلال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يضل الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج معهم ما كان الظلمات إلى النور وذكر بأيام الله في ذلك الآيات لكل صبار موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويدبرون أمرهم ويسألون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لأشهدكم لأزيدنكم إن عذابي لشديد وقال موسى أنتم ومن في الأرض جميعا وإن الله ألم يأتكم نبأ الذين آمنوا بوعد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون قال الرسل في الله شكهم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون وتصدون ما كان يعبد آباؤنا وأمتنا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فتوكل المؤمنون وما لنا
ربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يطيق ما يسوع عليه ذلك أن الله خلق السماوات والأرض بالحق فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من آب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناك سواء علينا أجزينا أبصرنا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم قالوا لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني لمت بما يأتموني من أمر الظالمين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة